قبل اي حاجه، هو الموضوع قديم شويه، او يعني الكلام فيه قديم شويه، انه وجب الاعتذار لمحمد صلاح عن انه اصابته كانت تستدعي الاستمرار او العلاج الطويل، رغم انه برضه علاج مش يعني مكانش مثلا عملية ولا تدخل جراحي ولا تدخل بشري في مكان هو مش موجود فيه. بس خلينا نقول انه اصابة طويلة فعلا، مش يومين او مش اسبوع، يعني مكانش هيلحق الماتش اللي بعديه ولا اللي بعديه ولا اللي بعديه ولا النهائي لو كنا وصلنا للنهائي. يعني حتى لو كنا وصلنا للنهائي هو مكانش هيرجع، لانه مكانش آه كمل علاجه. بس يعني طبعا مش اسفين على سوء الاداء بتاع محمد صلاح مع المنتخب. لان اي لاعب هيتسأل على ادائه مع المنتخب، فطبيعي ان انا اقول انه مش اسفين ان احنا انتقدنا اداؤه في المنتخب، انه ما كانش فعلا موجود، وان الفرقه كانت من غيره احسن. هفضل اقول كده لحد ما ارزل العمر. بتكلم عن بطوله افريقيا بالاخص، يعني بنتكلم بشكل خاص. البوينت بقى التانية والاهم، ليه نهائي كاس مصر، نهائي كاس مصر البطولة الأقدم والأعرق في أفريقيا والشرق الأوسط كله تتلعب في السعودية. يعني فهمنا السوبر اللي هي بطولة مستحدثة وعادي، يعني بتعتبر كده حاجة يعني ترفيهية، فممكن تتعمل في موسم الرياض. إنما نهائي كاس مصر ليه يتعمل في السعودية؟ يعني هي بحت دولار، بس برضو ليه؟ يعني ايه الميزه ان انت تعمل البطوله بره، البطوله الاعرق في البلد يتعمل بره البلد، البطوله الاعرق في البلد اللي هي رايحاها اعرق يعني. لا واللي يحرق دمك بقى مش ان هي تعمل بره في السعوديه، يعني مش القصه ان هي تعمل بره مصر بالاخص في السعوديه، لا مش دي اللي حرقت دم. حرقت دم البيان اللي نزله اتحاد الكوره المصري للاسف، او جزئين او سطرين كده منه، بيقول ايه؟ نهائي كاس مصر للموسم 2022-23 بين فريقي الاهلي والزمالك، والتي سوف تقام بمدينة الرياض يوم 8 مارس 2024 كواحدة من اهم الفعاليات الرياضية لموسم الرياض. نهائي كاس مصر، البطولة اللي اقدم تقريبا، يعني مش عايز اقول ان هي اقدم من السعودية بس البطولة الاقدم في الوطن العربي وافريقيا، بقت جزء، حتى لو كان اهم فعاليات الرياضية، بقت جزء من موسم الرياض. هو في الفاظ ممكن تتقال بس مش هنقولها. ومن هنا، ده اخر جزء في البيان، ومن هنا جاء دور هذه البطوله لتقام خارج الحدود المصريه. دور بطوله ده في دور بطولي كده، مش دور بطوله شأنها شأن كثير من البطولات العالميه التي اقيمت خارج حدودها لتلبيه جماهيرها وتحقيقا لايرادات تجاريه. الدولار استثنائيا ايرادات تجاريه استثنائيه تعود بالنفع على الاتحاد والانديه، وان تكون جزءا من الفعاليات الكبرى بالمملكه العربيه السعوديه. يعني قلنا فوق اهم الفعاليات الرياضيه، تحت بقت جزءا من الفعاليات الكبرى، اللي هو يعني ايه، بنزوقها، هي جزء منها بس هنزوقها كده ونديها حته ايه، حبشتنات بكبرى وباهميه. هنا في فوق اهميه واهميه كبرى. ويل لاتحاد الكره وويل للكره المصريه اذا سارت بهذا النهج مع الاتحاد ده. النظام مش نافع يا برايز، العيب في النظام يا بهايم.